لما تاكلوا اكله حلوه في مطعم وتتصدموا بقى من سعرها وتقرروا تعملوها في البيت. اول حاجه معايا نص كيلو من السجق، افصله كده عن بعضه. هنجربها بقى مع بعض وهنشوف هتطلع نفس الطعم، ممكن تطلع احلى كمان، واكيد ان هي هتبقى اوفر بكتير من اي حاجه هنجيبها من بره. بعد كده بقى معايا الطاسه او جريل، هحط فيها شويه من الزيت وانزل كده بالسجق. ما زودش في الدهون لان هو لسه هينزل الدهون اللي فيه. بعمل فيه فتحات كده بالسكينه واخليه بقى يتشوح كده تشويحه حلوه. ما نقلبوش غير لما ياخد لون بالشكل ده. بعد كده بقى اطلعه، شيله من الطاسه. والدهون اللي نزلت دي انا مش هستخدمها عشان بس ما تبقاش حاميه بعد كده في الاكل، فانا هشيل كل الدهون اللي نزلت دي واحط بقى شويه زيت تاني. قطعت بطاطس كده 4 حبات من البطاطس، قطعتهم مكعبات صغيره. بعد كده حطيت بصلايه مقطعاها جوانح زي كده وطماطمايه. بعد كده بقى هضيف 4 حبات من الطماطم ضربهم في الخلاط. هسيبها بقى لحد ما تتسبك شويه بالشكل ده، واضيف عليها ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. بعد كده اضيف عليها البطاطس. ضفت عليها كمان فصين كده من الثوم ومعلقه من صلصه الطماطم الجاهزه. اقلبها تقليبه مع بعض واضيف لها البطاطس وازودها كده بنص كوبايه ميه. اخليها بقى لحد البطاطس ما تستوي كده نص سوا. هضيف لها كمان معلقه من السمنه. كده خلاص البطاطس كانت استوت نص سوا معايا. اضيف بقى كل ده في صينيه اللي هدخلها الفرن، وارص كده على الوش السجق. عايزه اقول لكم بجد كانت ريحتها رهيبه، وهتشوفوا بقى كمان بعد ما تخرج من الفرن احلى ورقه سجق ممكن تعملوها، بجد خطيره، طعمها حلو جدا. لو جربتوها مره مش هتبطلوا ان انتوا تعملوا الاكله دي. ادخلها بقى الفرن على درجه حراره 200. هغطيها الاول. نزلت كده بس شويه الصوص اللي كانوا في السجق. اغطيها كده بورق من الزبده وبورق فويل وادخلها الفرن تقريبا 25 دقيقة. بجد يعني احلى ورقة سجق ممكن تعملوها، خطيرة. تاكل بقى بالعيش، تتاكل جنب رز، طعمها بجد رهيب. والبطاطس والسجق طعمهم خطير. بصوا بقى كل حاجة مستوية، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطولي لايك